السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بالفيديو الثاني من التحديات من هذه القناة الأجنبية اللي بتعطينا تحديات لحتى نختبر معلوماتنا في كرة القدم. كما عودناكم دايما هذه التحديات هي تحديات إلي وتحديات إلكم. أنا راح ألعب التحدي وراح أجاوب التحدي أمامكم بالفيديو، وإنت مهمتك إنك تجاوب التحدي ولكن في التعليقات. وخلينا نشوف مين حيجيب التحدي الثاني. هل أنا راح اتفوق عليكم في التحدي ولا انت راح تقدر انك تفوز عليا؟ فخليكم معنا، وكالعادة بنذكركم دايما اشترك في القناة، حط اللايك ليساعدنا في انتشار الفيديو، وبنذكركم كالعادة صل على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاة والسلام. تحدي جديد، يلا بينا. تحدي اليوم هو عن الشامبيونز ليج، بطولة دوري أبطال أوروبا. فكرة التحدي بسيطة، راح يجيب لنا الأندية وراح نحاول نجيب أكم من دوري أبطال أوروبا مع هذه الأندية. أكيد في بعض الفرق زي ريال مدريد عندها بطولات كثيرة في دوري الأبطال وهي سيدة دوري أبطال أوروبا، وفي فرق ممكن تكون ما حصلت عليه في تاريخه رغم إنه فريق كبير جدا. خلينا نبدأ ونشوف مين راح يجيب أكتر. هل أنا راح أقدر أعرف الأندية كلها وقديش عندهم دوري أبطال، ولا راح أنتوا تقدروا تجيبوا؟ وأكيد أنا في هذا التحدي أنا ضامن إني راح أجيب كل الإجابات صح، لأن أنا دارس كل ما يخص دوري أبطال أوروبا، لأنه هذه البطولة هي بطولة ريال مدريد. خلينا مع بعض نشوف النادي الأول، ونشوف النادي الأول أياكس أمستردام مع الدوري الأبطال 4 مرات، طبعا في 70 71 و 72 جابوا 3 مرات متواصلة لأياكس أمستردام. أستون فيلا أنا بتذكر زمان زمان معاه مرة واحدة، وأعتقد في 80 أو 81 أستون فيلا حصد دوري أبطال أوروبا. أرسنال، وينك يا مروان سري؟ 0. أرسنال من دون أي لقب لدوري أبطال أوروبا للأسف. بورتو البرتغالي معاه اللقب دوري أبطال أوروبا مرتين. هو باير مينشن الألماني مع اللقب أكيد 6 مرات، آخرها طبعا كانت في عام 2020 وما قبلها بالعام 2013. فالنسيا، أنا لا أتذكر إنه فالنسيا معاه دوري الأبطال، فأنا راح أحكي 0. أنا قوي في هذه المباراة أو في هذه اللعبة. انتر ميلان، ولكن انتر ميلان مع لقب الدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وآخرها طبعا كان 2010 عندما أخرج انتر ميلان برشلونة. سلتيك الاسكتلندي مع اللقب مرة واحدة. تشيلسي الإنجليزي اللقب وآخر لقب في 2012 مع طبعا لقبين في العام آخر لقب بال 2012 بعد رأسية دروكبا، والمباراة انتهت بالتعادل، وفازت تشيلسي على بايرن ميونخ في ركلات الجزاء في هذه المباراة، وكانت مباراة جميلة جدا. كبير أوروبا ريال مدريد 15 لقب دوري أبطال أوروبا لكبير أوروبا ريال مدريد. باير ليفركوزن الألماني لا يوجد معه أي لقب، 0. أعتقد هذا الفريق النجم الأحمر
والنجم الأحمر على ما أذكر عنده لقب واحد. لقب واحد. معلوماتي لا تخطئ في دوري أبطال. بوروسيا دورتموند عنده لقب واحد. بوروسيا دورتموند لقب واحد من دوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد وصل إلى النهائي مرتين وخسرهم من أمام ريال مدريد 0 دوري أبطال أوروبا. نوتنغهام عنده لقبين دوري أبطال أوروبا. طبعا في أيام السبعينات نوتنغهام عنده اللقب. البيج ميلان. السي ميلان طبعا هو ثاني أكثر من حمل اللقب ب7 ألقاب لإسي ميلان. برشلونة عنده 5 ألقاب. ونذكر يا جماهير برشلونة أنا في حال تتويجك في اللقب السادس متى راح تتوج فيه ما بعرف، ولكن في حال إنك فزت باللقب السادس من دوري أبطال أوروبا فهذا يعني أنك ريال مدريد أو راح تفوز في اللقب السادس اللي ريال مدريد فازوا في عام 1966. متخيل انت بتحاول الانجاز اللي بتحاول تعمله احنا عاملينه من سنوات من ال66. برشلونة 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا. موناكو لم يحقق أي لقب من دوري أبطال أوروبا. الجواب 0. ليفربول كبير إنجلترا 6 ألقاب لليفربول آخرها في عام 2019. سامدوريا الإيطالي ما عنده ألقاب. أنا راح أحكي 0. ما بتذكر إني شفت اسم سامدوريا في حامين اللقب. نشوف اللي بعده. بي اس في مرة واحدة توج باللقب. بنفيكا مع اللقب مرتين. هل صح أم لا؟ بنفيكا حقق اللقب مرتين. لاتسيو الإيطالي لم يحقق أي لقب من الدوري أبطال أوروبا. لم يحقق 0. بصراحة أنا فخور في نفسي إني جاوبت على 25 نادي ولا خطأ. فاكتبوا لنا في التعليقات أنت أكم من نادي جاوبت صح وأكم من نادي جاوبت خطأ. بصراحة دوري أبطال أوروبا وأنا في الأندية بعتبر نفسي قوي لأن أنا متابع أندية وليس متابع منتخبات. لهيك أنا في تحديات المنتخبات راح تشوف عندي ضعف، ولكن في تحديات الأندية راح تلاقيني قوي جدا. فاكتبونا في التعليقات من 25 أكم جبت نتيجة، وأكيد تعليقات كل جميلة راح أحطها بالفيديو القادم أو بداية الفيديو القادم. وبنذكركم كالعادة اشترك في القناة وحط اللايك والتعليق مهم يا جماعة ليساعدنا في انتشار الفيديو. وبنذكركم كالعادة أو كما نقول دوما من هان للفيديو القادم طمنا عنكم دايما من شان الله. وإذا بدكم تحديات جديدة أكيد اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام.